ولادنا داخلين المدرسة وعايزة تعملي لهم أكل هيلسي. اللي قدامك ده 5 أنواع جبن عملتهم وما كلفونيش حاجة، بغض النظر بالأسعار، في الأسعار الخرافية اللي بره. تعالى أقولك أنا عملتهم إزاي. ب2 كيلو لبن، اللهم بارك، تقدري تعملي الكمية الكبيرة دي وما شاء الله مش هيكلفوكي غير 2 كيلو لبن بس. هلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم امي وامواتنا جميعا. عملنا النهاردة 5 انواع جبن، اللهم بارك، احسن، كل نوع احسن من اللي قبله. جبت 2 كيلو لبن، بس اهم حاجة يكون لبن كامل الدسم او حليب، في بعض الدول بيسموه حليب، احنا في مصر بنقول عليه لبن. على بصي لما يبدأ الغليان كده، تمام، حطي نص كوباية ليمون، هيفصل بقى الشرش لوحده والجبنة لوحدها زي ما انتوا شايفين. هنصفيهم بقى في مصفى ونستنى عليهم كده يبردوا شوية، تمام. وبعدين نضيف لهم ايه بقى كمان، ما نضيف لهم 2 3 زبدة. ده هيودي الجبنة في حتة تانية خالص. ونص رشة، يعني نص معلقة ملح او معلقة صغيرة ملح، انت ده بقى على ذوقك يعني. ونضربهم في الكبة. بص ما شاء الله طلع كمية اصلا جبنة قد ايه من 2 كيلو لبن بس، والقوام كان كريمي تحفة. بسم الله ما شاء الله. عندي 5 اطعم هنقسمهم كده: جبنة رومي، بسطرمة، زيتون، فلفل مشوي حامي، وقشطة من وش اللبن. قسمت كده الجبنة بالتساوي على ال5 اطباق كده. واول حاجة عملتها هو الفلفل المشوي، شويته وقشرته كده. وبعدين حتى ما كانش عندي غير الاتنين دول بس، حطيتهم في الكبة وقسمته، وحطيتها كمان شطة من فوق كده علشان اميز الطبق. وبعدين تاني نوع عملته بالجبنة الرومي، نص كوبايه شرش. اوعي ترمي الشرش، اوعي ترميه، انا نسيت اقولك اوعي ترميه، ده احنا هنستخدمه في حاجات كتير في المعجنات وكمان هنا في الفيديو. الجبنه ساحت كده، الجبنه الرومي مع، يعني حطينا نص كوبايه شرش مع كام شريحه جبنه رومي، تمام. ساحت كده، حطينا بقى ايه، نص كوبايه شرش تاني مع معلقه نشا مع معلقه دقيق، وتقلبيهم على النار كده، هيمسكوا بعض كده شويه. وبعدين نحطهم في الكبه ونحط عليهم، شفتوا الكبه بتاعتي اتكسرت ازاي؟ هقول لكم في اخر الفيديو. آه بس هحط عليهم بقى الجبنة واحطهم في الكبة ونضربهم. واحلى جبنة رومي هتاكليها في حياتك، جبنة طبيعية بطعم الجبنة الرومي، والله العظيم كانت تحفة. تحفة بشهادة يعني، مش عارفة بقى هما بقى بينافقوني ولا ايه، بس بجد كانت تحفة بشهادة ولادي وجوزي، بس اللهم بارك يعني. تاني حاجة بقى عملتها برضو نفس الطريقة، حطيت الجبنة وحطيت عليها شوية بسطرمة كده قطعتها في الكبة، وحطيت قسمت الكمية في الطبق كده ورشيت زينتها كده من فوق بشوية بسطرمة. بسم الله ما شاء الله، كانت حاجة روعة روعة. انا ما صدقتش ان الكمية دي القليلة دي 2 كيلو لبن طلع لي كل الجبنة دي. وبسم الله ما شاء الله، حاجة طبيعية بيتي هيلثي، غير الجبن بقى اللي بحاجات كده غريبة بره وبزيوت نباتية مهدرجة وحاجات كده. دي بقى اللي بالزيتون برضو نفس الطريقة. الجبنة حطيتها مع الزيتون وفرمتها وحطيناها تاني في الطبق، ورشيت بقى عليها شوية زعتر. اخر نوع بقى ده كان عملته بالقشطة، حطيت برضو الجبنة مع مكعب قشطة كده، كان قشطة اللي هي وش اللبن، انا كنت بعينها. وبصوا القوام، بصوا القوام تحفة ازاي، تحفة ولا اروع. لو عندك كمان حبة البركة تقدري ترشي عليها كده حبة البركة من فوق. وبسم الله ما شاء الله، يعني انا احلى طعم انا اكلته البسطرمة عشان انا بحبها جدا، والشطة عشان انا بعشقها. الباقي برضو كان حلو قوي، بس انا بقول لكم اكتر 2 عجبوني قوي في الوصفة، الشطة والبسطرمة. وبعدين عامله لكم فجأة، ده انا عملت لكم توست كمان، اه والله العظيم عملت لكم توست. بس دي بقى وصفة نانا حماتي، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها ليا. يعني لو طلع وحش انا مش مسؤولة، بس بجد طلع تحفة. 3 كوبايات دقيق، معلقة كوباية زبادي، كوبايتين معلقتين زبدة، ورشة ملح صغيرة ومعلقة سكر. بعدين عملت الخميرة زي ما انتوا عارفين كده معانا ومتعودين، معلقة سكر وشوية مية صغيرين وكيس الخميرة. بس خمرت على طول، ده احنا في عصر السرعة يعني، يا دوبك واحنا بنتكلم الخميرة خمرت والعجينة اتلمت واتعجنت ما شاء الله يعني. بس حطيتها بقى في ورق استرتش كده. وبعدين بسم الله ما شاء الله، لا خمرت على طول اهي، اللهم بارك، اصلا الجو حر. والقالب ده بتاع حماتي يا جماعة، اه والله.
هي لما عرفت ان انا هعمل الوصفه ادتني مقاديرها، وما شاء الله عليها، يعني بجد الوصفه طلعت تحفه. حطيت هنا الرخامه بستريتش، كنتش واثقه في الرخامه بتاعتي. لفيت بقى ايه، آه حطيت العجين كده وقعدت افرد فيه على شكل مستطيل. تمام. وبعدين لفيته بقى، بس وانتي بتلفي اضغطي، وانتي بتلفي اضغطي. تمام. عشان احنا هنخمره تاني مره، ان هو خمر مره ودي تاني مره. بعد كده هتلمي بقى العجين من تحت، تلزقيه كده من تحت عشان خاطر ما يفكش منك. اوكي. هتحطي تدهني بقى القالب بتاعك آه زيت، سمنه، انا دهنته سمنه بصراحه. تمام. وبعدين تضغطي تحطيه كده وتلمي، وتضغطي بايدك كده بكف ايدك عشان يتسوى كله في قلب القالب. تمام. اهي بصي انا بضغط ازاي، ما تخافيش من الحركه دي، بالعكس ده هو كله هيتساوي وهيبقى ما شاء الله التخميره التانية هيبقى قد كده. هنا بقى مين جاب لي الحاجات الحلوه دي، الطعم التحفه ده؟ دي نانا ربنا يديها الصحه، لما عرفت ان انا، يعني نانا دي يا جماعه حماتي اللي هي ماما. ربنا يديها الصحه يا رب، والله يعني بجد كرمها. يعني مش عارفه اقول ايه، انا والله ما عارفه اقول ايه بجد، ربنا يديك الصحه يا ماما. آه، جابت لي بقى احلى لوبيا واحلى رز، لما عرفت ان انا مش هعرف اعمل اكل النهارده فراحت بعدتها لي. هنا بقى عملت الوش اللي انا هدهن عليه بيه التوست. مش عارفه، انا مش عارفه اتكلم النهارده اللي فيه ايه. المهم من فرحه دخول المدارس بقى جالي شلل في بقي. صفار بيضه بس، ورشه سكر او نص معلقه سكر، وشويه لبن. ودهنت بقى بس بالراحه بقى بالفرشه كده وبالراحه، عشان التخميره التانية شفت لما خمرت ما شاء الله عليت ازاي، خدت القالب كله. هنا بقى الشفشق ده بقول لكم هو ده السبب في ان الكبه بتاعتي تتكسر. امبارح لقيتها بتجيب الاتنين كده وقعوا على بعض وكسرت، فقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله قدر ولطف. آه بعدين بقى ايه، نسيت اقول لكم على حاجه مهمه. وانتي بتحطي التوست في الفرن، صينيه صغيره كده تمام فيها شوية مية، وتحطيها تحت خالص في الفرن علشان البخار بتاع المية يسويلك بقى التوست كده على هادي كده، ويبقى الموضوع حلو وطري، ما يبقاش ناشف. اوكي. ما شاء الله 30 دقيقة او من 30 على حسب الفرن بتاعك، من 30 ل 35 دقيقة هتلاقي هيطلع معاكي احلى توست هتاكليه في حياتك بجد. بس امشي على الخطوات بالظبط وعلى المقادير بالظبط، وان شاء الله تاكلي وتتهني كده وانتي وولادك اكل هيلسي بدون مواد حافظة. لو عجبك الفيديو يلا لايك وشير. استودعكم الله، باي باي.